فالاخوان دائما كتربي الطيور حتى كتعيا ودائما كتصادف حالات اللي هي جديده. فبالنسبه لي انا عندي واحد المده اللي هي لا باس بها في تربيه الطيور، واول مره كنطيح في هذا المشكل هذا اللي كنشوف الطائر ما كيقدرش على الوقوف وكيتمايل، وكيتساقط غير بوحدو، مابقاش كيقدر على الطيران. بالنسبه للاكل والشرب راه الطائر ياكل ويشرب ويقوم يعني بجميع الاشياء اللي كتلزمو، الا هو واحد حوالي اسبوعين تقريبا هو في هذه الحاله هذه. فبالنسبه للاصدقاء اللي شاف هذه الحاله هذه وتعرف عليها يحاول يخلي لنا في التعليقات باش اولا كيعرف شنو هو الدواء المناسب يخلي لي في التعليقات باش نشوفوا كيفاش نديروا مع الطائر هذا ونعالجوه ان شاء الله ويرجع الحياه ديالو الطبيعيه ونستمتعوا بالتغاريد ديالو. فكما كتعرفوا الطائر هذا فعندي به واحد المجموعه ديال التغاريد، هو كيتميز بواحد التغاريد اللي هي متسلسله ومتدرجه بواحد الجماليه. فهاد الطائر الا مشى حتى غادي نفقدوا واحد الطائر اللي هو جميل بزاف بزاف، وهذا هو المشكله اللي كيطيحوا فيه بزاف ديال مربيين الطيور. وخليكم معي الاخوان حتى نكملوا هاد الحلقه. فانتم كما كتلاحظوا الاصدقاء في الطائر كيلقى واحد الصعوبه، فلما غادي نقلبوا للوضع الطبيعي ديالو هانتوما كما لاحظتوا معايا الاصدقاء. فبالنسبه للطائر لما كيتقلب على الظهر ديالو فما كيبقاش عنده السفل كاع باش ينوض، او حتى الا طار كيطير بواحد العشوائيه وكيسقط في الارض بواحد السرعه كيتخبط مع الارض. فما عرفتش شنو المشكل ديال هذا المرض هذا اللي صاب هذا الطائر هذا. بغيت نحاول انني نوريكم البطن ديال الطائر. فالبطن ديالو عادي تقريبا الاصدقاء. فغادي ندير رجعو للقفص ديالو. وبالنسبه للاصدقاء اللي يحاول انه يتعرف على هذا المرض هذا يخليه لنا في التعليقات، او اللي عنده شي تجربه فايته في هذه الحاله هذه خليه لنا في التعليقات باش نحاولوا نشوفوا شنو النوع ديال هذا المرض هذا. بحال شكل الهلوسه صابت الطائر ديالنا. اخوان هو معنا هاد الجميل هذا او هاد الطائر هذا اللي هو بيكو. غنشوفوا بعض اللقطات معاه حتى هو. بيكو بيكو صح راه كيعض الاخوان. ماشي بيكو قتلنا.
الطائر هو كيتجاوب مع التغاريد ديالو. فالإخوة اللي يعجبوا الفيديو خلي معاه واحد لايك وكومنتير بارطاج، فضلا منكم. المتتبعين كنوجه لكم واحد التحية كبيرة بزاف، تولوا معنا شوية. فالإخوان الطائر كيعض، رغم أنه حاولت نروضو ولكن ما تروضش مزيان وبقى فيه شوية ديال العطل. والاخوان انايا كنت ننتهي الحلقه ديالي، وكنشكركم بزاف على التتبع ديالكم لهاد الحلقه هذه اللي هي كانت بسيطه. وكنوجه تحيه كبيره للمتتبعين قناه يونس العنباري. وبالنسبه للاخوان اللي حاول انه يتعرف على هذا المرض هذا اللي شاركت معكم في هذه الحلقه هذه، فيحاول يكتبوا لنا في التعليقات او في الكومنتيرات. اللي حاول يتعرف على هذا المرض يخلي لنا في التعليقات باش دائما ان شاء الله يكون واحد التواصل مع الجميع. وكنشكركم بزاف بزاف، تحياتي لكم.